الأحداث اللي حصلت زمان بس لسه كل ما افتكرها بحس بوجع. كل ما بفتكر صوت معين، كلمات معينة، بحس بألم شديد بيبدأ يخبطني مرة تانية. لما بتكلم في الألم ده ناس بتقولي الموقف ما يستاهلش، الموضوع مش كبير للدرجة دي، انت مكبر الموضوع، انت يمكن حساس بزيادة. لكن الحقيقة ان المواقف لا تزال معلنا ولا يزال أثرها ووجعها موجود كأنها لسه حاصلة امبارح، حتى لو الأحداث دي كانت حاصلة معايا وأنا طفل. عن الجرح القديم اللي لسه ما تعافيناش منه، ويمكن كمان يكون صدمة. أنا ولاء وحيد، ودي حلقة جديدة من اسأل ثيرابيست. الأحداث اللي بنفتكرها دي كل شوية وترجع توجعنا مرة كمان بتتصنف على إن هي تروما، حتى لو هي مش حدث كبير زي حصلت لي حادثة مثلا أو فقدت شخص عزيز عليا. علميا الأحداث اللي بنقعد نفتكرها مرة تانية ونحس بيها بألم بتتصنف على إن هي صدمات، وخصوصا لو حصلت وإحنا صغيرين بتتصنف على إن هي صدمة. طب هل كل حدث إحنا عدينا بيه بيتسمى صدمة؟ الإجابة لأ. الحدث عشان يتسمى صدمة لازم يكون مرتبط بيه خوف شديد جدا أنا وقعت فيه وقتها، والخوف الشديد ده من بعده حياتي ما بقتش زي الأول، وكل ما بفتكره بحس إنه له تأثير مرة تانية عليا، مرة تانية مشاعري بتتهيج بالشكل الكبير ده. طيب هو ممكن الصدمة أصلا تتصنف لحاجة أنا ما أخدتهاش، زي إيه؟ زي احتياج لوجود مشاعر معينة، احتواء معين، طبطبة معينة في وقت مواقف مزعجة أو تقيلة علينا وأنا ما خدتش المشاعر دي. هنا بيرجع عقلي يشوف الحدث ده على إنه حدث صادم، لأن محدش هداني، محدش طبطب عليا كطفل ورجع لي مشاعري تاني لوضعية الأمان. كل الأحداث دي بتشكل حياتنا وبتشكل استجابتنا للطريقة اللي احنا بنتعامل فيها مع الحياة مرة تانية لغاية النهاردة، مهما كان الحدث ده حاصل وأنا صغير. يعني ببساطة مش الحدث هو اللي بيشكل أو بيتصنف على إنه صدمة، لأ، الاستجابة اللي جسمي حس بيها وقتها في الموقف ده هو دي استجابة الصدمة. يعني أنا جسمي بقى حاسس بالرعب الشديد، بالخوف الشديد، بالألم والوجع الشديد لفترة طويلة، ومحدش هداني، محدش طبطب عليا، محدش عمل لي تنظيم لمشاعري إن هي ترجع مرة تانية لحالة الأمان. هنا الحدث ده بيتصنف على إنه هو حدث صادم أنا عديت بيه. طب يا ترى إيه الفرق ما بين إن أنا عديت بحدث ضاغط عليا في الحياة وما بين إن أنا عديت بحدث صادم؟ لو أنا عديت بحدث ضاغط مشاعري بتهدى بعده، خلاص بيبدأ عقلي يشكل نوعية من أنواع حلول المشاكل، استجابة للأحداث الضاغطة اللي أنا مريت بيها دي. عقلي بيقولي إيه الحلول بتاعتها، محتاج تحمي نفسك إنك تعمل 1 و2 و3. لكن لو الحدث صادم عقلي بيقف عند مرحلة التأهب الشديد والخوف الشديد اللي بتصدره مراكز الدماغ، خصوصا الجزء اللي بيتسمى الأميجدلا أو اللوزة الدماغية، بتفضل طول الوقت تصدر قلق وإحساس إن الحياة خلاص انهارت، وإن ده آخر حاجة ممكنة أنا أقدر أعدي بيها، مش هعرف أتعامل، مفيش شكل الحياة أصلا وراه. فببقى خايف طول الوقت إني أعدي بحدث شبهه مرة تانية، أو إني أحس بالمشاعر دي مرة تانية. فعقلي مش بيطور استجابة تهدئة لجسمي لما بعدي بالحدث ده مرة تانية أو حدث مشابه ليه، وكمان عقلي مش بيطور استجابة حلول للمشاكل اللي أنا محتاج أعدي بيها، ولا كمان عقلي بيطور استجابة إن هو يبقى عنده صمود نفسي تجاه المواقف المؤلمة الكبيرة اللي أنا أقدر أعدي بيها. يعني إيه صمود نفسي؟ يعني إن أنا أقدر أتحمل الوجع وكمان يكون عندي فانكشن، كمان حياتي تكون ماشية بالشكل اللي أنا عايزه، الحياة ما بتقفش. في التروما كمان أو في الصدمة جسمنا بيفضل طول الوقت في حالة من التوتر، طول الوقت متأهب ومتحفز إن في كارثة ومصيبة هتحصل.
وبفضل طول الوقت في المشاعر دي مش بهدى عنها ومش بعرف أصلا غيرها، أنا مش قادر أحس مشاعر غيرها. طب إيه المواقف اللي إحنا بنعدي بيها وتتصنف على إن هي صدمة أو حدث كبير جدا عقلي بيقف عنده وبيفضل مخزنه زي ما هو كده؟ تريقة مثلا عليا وأنا طفل صغير وما عنديش القدرة على إني أحمي نفسي، فأضطر انسحب وأفضل طول الوقت منعزل علشان محدش يأذيني مرة كمان. مثلا إنه يتم إهمالي في البيت، إنه أنا قاعد فترات طويلة لوحدي، محدش قدم لي الرعاية من الأكل، من هدومي تكون نظيفة، من مكان أنام فيه بشكل مريح، ومليش أصلا مكان بحجة إن أنا صغير. ده العقل لما بيفتكروا كصدمة من صدمات الإهمال. كمان المواقف اللي فيها تأنيب شديد، ضغط شديد، تعنيف شديد سواء لفظي أو بدني، كمان بيتسجل على إنه حدث صادم. كل دي أحداث ممكن لما نيجي نحكي عنها وأقول إنها لسه بتوجعني، الناس اللي حواليا يقولوا لي على فكرة الموضوع مش مستاهل، انت بكبر الدنيا، الموضوع على فكرة بسيط جدا. وأنا أوقات بشوف الموضوع فعلا بسيط، بس أنا ليه موجوع بشكل كبير جدا منه بالطريقة دي؟ لأن ده الاستجابة اللي العقل بيخزنها على إن هي صدمة، خصوصا لو إحنا أطفال ومش عارفين نحمي نفسنا من ده. العقل خلاص بيخزنها كصدمة من صدمات الطفولة. نتيجة كل ده لما بقدر إني دايما شايف نفسي ضعيف، ما بعرفش أرد الأذى عن نفسي، دايما شايف نفسي إني قليل، الناس كلها هتتريق علي، خصوصا لو أنا فيا حاجة مميزة أو مختلفة في شكلي أو في طريقتي أو في تفكيري أو في أدائي، ببقى طول الوقت حاسس بالعار منها، إني لازم أخبيها وإلا هتأذي. طب إيه الحل؟ بداية التعافي إني أعترف ما بيني وما بين نفسي إن الحدث ده فعلا سبب لي ألم وفعلا بيوجع، وفعليا التعافي منه هياخد شوية وقت. في إيه بالظبط؟ في الأفكار اللي بدأ يشكلها جوايا عن نفسي، إن أنا قليل، إن أنا مش محبوب، إن أنا ضعيف، إن أنا مش هعرف أحمي نفسي مرة كمان. التقليل من اللي أنا بمر بيه أو بفكر فيه بيزود المشكلة. لو فضلت أنا كمان أستعمل نفس الصوت ده تجاه نفسي، إنه اللي أنت عديت بيه ده ما يستاهلش وأنت مكبر الموضوع، هيفضل الوجع يزن عليا ويفضل يجري ورايا، يفضل طول الوقت عايز يقولي إن أنت اتأذيت وإن الحدث ده لا يزال بيوجع. بس أنا بحاول أكتم الصوت ده، كل ما بحاول أكتمه كل ما هيزيد أكتر وهيحاول يسمعني صوته، لأن أنا اتأذيت زمان. مش الحل إن أنا أذي نفسي مرة كمان وأنا كبير. فبداية التعافي إني أعترف إني اتوجعت وإن الحدث ده كبير عليا وإن الحدث ده كان مؤلم في وقتها وإن أنا ليه حق إني أحس بالوجع منه. تاني خطوة للتعافي إنه أنا أبدأ أتكلم عن اللي حصل ده، حتى لو ما بيني وما بين نفسي، بطريقة الجورنالينج المشهورة جدا، إن أنا أكتب اللي حصل ده وأحاول أكتب أنا اتعلمت منه إيه وضاف لشخصيتي إيه، بدل من إن عقلي قاعد يقولي أنت كنت ضعيف، أنت السبب في اللي حصل لك ده، أنت اللي أذيت نفسك بنفسك، أنت اللي ساعدت إن ده يحصل لك، أنت اللي كنت المفروض تدافع عن نفسك. كل ده مش هيحل الوضع، وعلى العكس هيخلي الجرح يبقى أعمق أكتر وأكتر. في بداية التعافي إني أعترف إني اتأذيت، أقدر أحكي عن ده وأتكلم عليه إن شاء الله حتى ما بيني وما بين نفسي، بإن أنا أكتبه وأبدأ أدور أنا اتعلمت منه إيه. الخطوة الأخيرة إني ألاقي مجموعات دعم شبهي اللي أنا عديت بيه، علشان أقدر أتكلم بأريحية وأقدر برضو أشوف هما تعافوا من الحدث ده إزاي. لأن حرفيا بنبقى معميين، مش شايفين في الحياة زاوية غير الزاوية اللي احنا اتأذينا منها، وجسمنا مش قادر يطور استجابة هدوء أو أمان بعد اللي هو عدى بيه. بنبقى محتاجين مجموعات من الدعم تساعدنا إن احنا نرجع وإن احنا نشوف مشاعرنا لما تبدأ تطلع مرة تانية بالقلق وبالخوف وبالتوتر، وإني أرجع أهدى مرة كمان وأقدر أتعلم من اللي حصل لي ده.
لما بنفهم وبنطبطب على نفسنا وبنعترف باللي احنا عدينا بيه وباللي احنا حسناه وبنبدأ نتعلم منه بدلاً من إني ألوم نفسي أو أتجاهله أو أقلل منه، دي أول خطوات للتعافي من اللي حصل عشان أبدأ حياة جديدة فعلياً تناسبني. أنا ولاء وحيد، استنوني في حلقة جديدة من اسأل ثيرابيست.